دي عربية عطلانة، وده صاحبها واقف محتاس، مش عارف هيعمل ايه، مش عارف هيعرف يمشي السكة دي كلها ازاي بالعربية، وقاعد بيفكر طب هزقها، طب هعمل لها ايه، طب هحركها ازاي اصلا. المرة دي صاحبنا قرر يزق العربية، وبعد ما بدأ يزقها ولقى ان الزق في الاول تقيل جدا، قال لا لا انا خلاص هوقف. بعدين قال ما بديهاش، فبدأ يزق جامد جدا عشان يحرك العربية. مجرد ما حرك العربية بدأت تتحرك معاه. ناس معديين شافوه، لقوا ان الراجل قاعد بيزق في العربية ومحتاس فيها، فجم هما كمان يساعدوا، والعربية اتزقت ولقطت ومشيت. ده هو بالظبط حالنا واحنا نفسنا عطلانين في نفسنا. كم مرة الدنيا تبقى عطلانة معانا ونقعد نقول مفيش ليها حل، نقعد نقول ما هو مادام كده كده ملهاش حل، انا ليه هتحرك وليه هنزل وليه هروح وليه هاجي. وفعلا اي حاجه في الاول، اي مشروع، اي فكره، اي شغلانه، اي حتى علاقه، في الاول بتبقى تقيله جدا، عامله زي العربيه العطلانه اللي لسه بتحاول نزقها. في الاول بتبقى تقيله ومش قادرين نزقها. لما بتتزق والعجل يمشي بتبدا العربيه تبقى خفيفه، وبنبدا نعرف نتعامل معاها. طول ما احنا سايبينها واقفه هتفضل تقيله، وهتفضل عشان نطلعها لازم ننتع عشان نعرف نطلع من الارض بيها. لكن لما نبدأ الحالة تمشي هتبقى خفيفة، وتلاقي ان انت قادر تزق ان شاء الله بايد واحدة، وتلاقي ان هي وبتتزق تعرف تنط جوه العربية وتدورها. احنا محتاجين نفكر في العطلة بتاعتنا شوية عشان نعرف نهندلها. طول ما احنا واقفين جنب العربية ولا بنزق ولا بنحاول ندورها، الناس معدية وشايفة ان واحد واقف جنب عربيته عادي. لكن لما نبدأ نزق بتلاقي كذا واحد يجي وألف من يجي يساعد. ليه؟ عشان لهم ان واحد بيحاول يبذل مجهود، بيحاول يعمل حاجة، فاحنا عايزين نيجي وعايزين نساعد ونحاول ان احنا نقومه بيها. لما الدنيا تبدأ تتحرك زق وخلي العجلة تمشي، خلي العجلة تتحرك. ان انت توجه العربية، توجه حياتك، توجه مشروعك والعجلة ماشية اسهل كتير من لما تحاول انت توجهه والعجلة لسه واقفة ومش بتتحرك. ان انت تتحرك وتحرك الدنيا ألف من هيجي يساعدك، لان هو لقى ان انت جد وان انت فعلا بتبذل مجهود. لكن طول ما انت قاعد ولسه بتخطط ولسه بتحلم وتطلب من حد يساعدك، هقول لك يا عم ماشي، لما تبقى تتحرك هبقى اجي ازق معاك. ما تنساش ان الحركه في الاول هي الاصعب، بعد كده الدنيا بتبقى اسهل كتير، ربنا بيكرم وبيسهل. بس مهم اننا نزق الزقه الاولانيه عشان نعرف نطلع بيها. فكر دايما في حياتك وفي الحاجات اللي واقفه من حياتك، قد ايه انت قاعد بتخطط وقد ايه انت حطيت اكشن. حط الاكشن وانت بتاكشن خطط معاه.